السلام عليكم، انا ناس خالد وحد النهارده بعنوان افضل 10 مسلسلات مصريه في 2023. مبدئيا النقطه اللي يعتبر حاسس ان انا عايز اقولها كل فيديو ليه، وهي ان دول افضل 10 مسلسلات بالنسبه لي. انا ما شفتش المسلسلات اللي نزلت في السنه دي كلها، لان سيزون رمضان كان فيه مسلسلات كتيره. المسلسلات اللي نزلت خارج موسم رمضان كان برضو عدد مش قليل، فاكيد مش عارف اشوفهم كلهم. حتى لو شفتهم كلهم وارد جدا المسلسل اللي يعجبني ما يعجبكش، وهكذا والعكس صحيح. ومن غير ما نطول في المقدمه نروح للمركز العاشر، مسلسل على باب العمارة، واللي قصته بتدور حول واحد من أغنى الناس في الصعيد بتضطر الظروف إن هو يسافر القاهرة ويشتغل هناك بواب، وبينجح هناك في لفت الانتباه وبيتحول من مجرد بواب لبطل. من أفضل المسلسلات الكوميدية اللي شفتها الفترة الأخيرة في آخر سنتين ثلاثة، حرفيا كعمل كوميدي كان عمل ولا أروع. فحقيقي مسلسل جميل جدا ومسلي، عدد حلقاته 10 حلقات تقريبا على ما أعتقد، مش هتحس بملل خالص. هيتفرج على أداء تمثيلي حلو جدا، وهيتفرج على ريتم كويس جدا وعلى كوميديا رائعة، فكان لازم يبقى موجود معانا في القائمة دي. ونروح للمركز التاسع، مسلسل الصفارة، أفضل مسلسل كوميدي نزل في رمضان 2023، ومن أفضل المسلسلات الكوميدية اللي شفتها في الفترة الأخيرة. قصته بتدور في إطار كوميدي حول شخصية شفيق اللي بيشتغل مرشد سياحي وبيسرق صفارة توت عنخ آمون، واللي بتخليه يقدر يرجع بالزمن 3 دقايق وبعد كده يروح للمستقبل يشوف إيه اللي حصل. يعني بالبلدي قايل أكنه هيرجع بالزمن في 2013 وقدامه 3 دقايق بالظبط يغير حاجة معينة، يلاقي نفسه في 2023 من تاني بس في ظروف مختلفة. بالبلدي لو رجع بيك الزمن وقدامك 3 دقايق تعمل حاجة معينة تغير حياتك كلها، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ فحقيقي هي فكرة جميلة جدا واتقدمت بشكل حلو واتقفلت بشكل جميل. أداء تمثيلي رائع، كوميديا فيه كويسة جدا وما كانتش مبتذلة، كان مسلسل كوميدي عظيم الصراحة، فكان لازم يبقى موجود معانا في القائمة دي. ونروح للمركز الثامن، مسلسل سفاح الجيزة، واللي قصته بتدور في إطار من الجريمة والغموض حول عدد جرائم كتير بيحصل ومحدش بيكون عارف السبب، وبيسبب شخصية جابر حالة من الخوف للمنطقة اللي هو عايش فيها. من أفضل المسلسلات اللي نزلت السنة دي، من أفضل الأعداد التمثيلية، من أفضل المسلسلات من حيث الإخراج فيه كان رائع، كموسيقى تصويرية كانت جميلة جدا، الأغاني اللي اتحطت حقيقي فعلا من أفضل المسلسلات. كان عاوز نوعا ما على مستوى الكتابة يتظبط شوية وكان يبقى مسلسل عالمي، بس بيتقدم حلو جدا، فكان لازم موجود معانا في القائمة دي. ونروح للمركز السابع، مسلسل بطن الحوت، قصته بتدور عن شخصية هلال اللي بيشتغل تاجر مخدرات، بيحاول يشغل أخوه المتدين ضيا معاه في الشغل، ولكن ضيا بيرفض إنه يشتغل معاه إطلاقا، ولكنه بيلاقي نفسه مجبر إن هو يشتغلها لما هلال بيخش السجن، وبيلاقي نفسه قدام حرب ما عندوش أي خلفية عنها. من أفضل المسلسلات الدرامية ومن أفضل الأداء التمثيلية اللي ممكن تشوفها في المسلسل دوت. الأداء بتاع محمد فراج كان عالمي، الأداء بتاع باسم سمرة كان عالمي. المسلسل انا عملت له حلقه موجوده في القناه لو عايز تتفرج على مراجعه ليه، كعمل درامي من افضل الاعمال الدراميه اللي شفتها في اخر كام سنه. كان عايز يتظبط بس شويه في الاخر وكان هيبقى عظيم، بس اللي اتقدم حلو جدا، يستاهل انك تتفرج عليه ويستحق المرتبه دي صراحه بالنسبه لي. ونروح للمركز السادس، مسلسل بالطو، واللي بيحكي عن شخصية عاطف الدكتور اللي لسه متخرج واللي بيشتغل في إحدى القرى، فجأة بيلاقي نفسه مسؤول عن كل حاجة فيها وبيبقى المدير هناك. من أفضل المسلسلات الكوميدية اللي ممكن تشوفها، ومن أحسن المسلسلات الكوميدية اللي ممكن تشوفها في آخر، مش عايز أقول يمكن في آخر 5-6 سنين، عشان خاطر ممكن أكون ببالغ لأن أنا مش فاكر المسلسلات الكوميدية أوي الفترة الأخيرة، بس حقيقي فعلا أنا ما ضحكتش واستمتعت في مسلسل كوميدي بالطريقة دي في آخر سنين فعليا. فحقيقي هو مسلسل حلو جدا ويستحق المشاهدة لو شفتوش، فايتك كتير فعلا ويستحق المرتبة دي النقاش. ونروح للمركز الخامس، المسلسل العالمي عملة نادرة، واللي بيحكي عن قصة عيلتين في نجع عبد الجبار بيتنافسوا على السلطة والثروة، وبتحصل بينهم صراعات ومشاكل كتير بسبب ان بيقوم جواز بين طرفين من العيلتين. حرفيا بدون مبالغة المسلسل ده لو كان بدل 30 حلقة 15 حلقة كان هيبقى افضل مسلسل في السنة، ويمكن افضل مسلسل درامي في اخر 2-3. كان عظيم بمعنى الكلمة، الريتم في نص الاولاني كان ولا اروع، اداء تمثيلي جميل، قصة اتقدمت حلوة، الديكور كان جميل جدا. فحقيقي فعلا هو مسلسل عظيم ويستحق المشاهده جدا، وكان نفسي اديه مرتبه اعلى من كده، بس هو فعلا النص التاني يمكن اقل شويه من النص الاولاني، بس يظل عظيم جدا صراحه. وكون هو في المركز الخامس ده رقم مش قليل برضه. احنا هنا بنقول افضل المسلسلات في 2023 كلها، موسم رمضان وموسم خارج رمضان. نروح للمركز الرابع، مسلسل الهرشة السابعة، اجمل مسلسل رمضاني شفته في اخر سنتين. حقيقي فعلا عظيم، ممتع ورائع وممتاز. وقصته بتدور عن قصة حب دامت لسنين، وبعد كده بيتجوزوا وبيبدأوا يحسوا بعد فترة من الجواز بالإرهاق والملل بسبب تراكم المسؤوليات، بيلاقوا إن مفيش أي حاجة تقدر إن هي تقاوم المسؤوليات اللي هما بيواجهوها غير حبهم. ونشوف مدى تأثير
كلمة زواج على الشخصين دول حتى لو كانوا بيحبوا بعض لمدة سنين كتيرة جدا. مسلسل طرحها بطريقة سلسة جدا، رائعة جدا، ومنطقية وواقعية جدا. فحقيقي مسلسل جميل جدا. على مستوى الكتابة بالذات كان رائع، يمكن 10 من 10 فعلا على مستوى الكتابة. الأداء التمثيلي كان جميل جدا من كل طاقم العمل. قصة قديم بشكل حلو، الأداء كان حلو، الريتم كان حلو. النص التاني برضو فكرة ان 30 حلقة يا جماعة، مفيش مسلسل اعتقد هيقدر يكمل 30 حلقة بريتم اللي هو فاهم التوب اللي هو ال10/10، صعب. هي دي نوعا ما قللت في قيمة المسلسل. بالنسبة له كان 15 كان ممكن يبقى افضل مسلسل في السنة بدون نقاش. فصراحة هو مسلسل عظيم ويستحق المشاهدة ويستحق المرتبة دي. ونروح للمركز الثالث، المسلسل العالمي تحت الوصاية، واللي بيحكي عن قصة امرأة بتلاقي نفسها مسؤولة عن الأسرة بعد ما جوزها بيموت، وبتشتغل في مركب صيد، ولكن كل ما تيجي تعمل أي حاجة يقابلها، لكن كل شوية بتقابلها مشاكل كتير جدا وبتحاول إن هي تحلها على قد ما تقدر. أفضل المسلسلات اللي قدمتها منى زكي إن لم يكن أفضل مسلسل، ومن أفضل الأداءات التمثيلية اللي ممكن نشوف آخر كام سنة، ومن أفضل أداءات التمثيلية لمنى زكي. حقيقي فعلا مسلسل جميل جدا. الموسيقى كانت جميلة، الأداء التمثيلي كان جميل، الريتم كان جميل، قصة قديمة بشكل حلو. صراحة هو مسلسل عظيم، من أحلى الأعمال اللي شفتها في آخر فترة. نروح للمركز الثاني، مسلسل أزمة منتصف العمر، واللي بيحكي عن قصة فيروز اللي بتتجوز واحد أكبر منها بسنين كتير، وبعد فترة بتتجوز بنتها وتكتشف إن هي بتحب جوز بنتها، وبسبب العلاقة دي بتحصل لهم مشاكل كتيرة. حرفيا لولا كام حلقة في المركز الأول لسه هقوله، كان المسلسل ده أفضل مسلسل شفته. وده يعتبر أول مسلسل شفته السنة دي، شفته في شهر واحد لأنه غالبا نزل في أول شهر واحد في 2023. فإنه يفضل معلم معايا للفترة دي كلها، لأن أيا يكن العمل أنت هتشوفه، أنت ممكن تكون لسه خارج من العمل النهاردة متأثر بيه جدا، تمام. تقييمك ليه مثلا 9/10، بعد شهر تقعد تفكر وتقارن بين ده وده، تلاقي إن تقييمك يبدأ يقلل. فإنه يحافظ على الريتم ده ولغاية دلوقتي هو معلم معايا عايز أتفرج عليه من تاني، فحقيقي ده مش سهل. مسلسل اتقدم بشكل عظيم جدا. الاداء التمثيلي يمكن اعلى اداء تمثيلي شفته السنه دي، او على الاقل من اعلى الاداءات التمثيليه اللي شفتها. ريهام عبد الغفور عامله الدور بطريقه عالميه، قصه اتقدمت بشكل جميل. الكليف هانجر كان ولا اروع حرفيا. وده بقى فاهم مش كليف هانجر اللي هو ايه بيغشك بيديك كليف هانجر وتلاقي الحلقه دي حاجه على الفاضي، لا ده فعلا كليف هانجر رائع. يعني مثلا لو بيعرض 3 حلقات يوم الاثنين، هتلاقي دلوقتي من اغلب المخرجين كليف هانجر الاولى والثانيه ضعيف، ولكن الثالثه عالي جدا عشان خاطر يشدك الاسبوع اللي بعده. لا ده فعلا كل حلقه، فاهم الفكره؟ لو انت هتتفرج عليه انا على ثقه ابدا المسلسل، هتلاقي المسلسل خلص يمكن في يوم او يومين بالكتير. هيجرك بطريقه مش طبيعيه. الريتم فيه كان عظيم، الاداء فيه كان جميل جدا. فحقيقي هو مسلسل عظيم، من افضل المسلسلات اللي شفتها في اخر 5 سنين. ونروح للمركز الاول، رائعة حدث بالفعل. المسلسل اللي قصته بتدور حول المرضى النفسيين او المريض النفسي ومدى تأثيره على المجتمع وعلى الناس اللي حواليه، وان ممكن يكون في ناس مريضة نفسية حوالينا وهما ما يعرفوش ولا انت عارف كده، فدول هيبقى تأثيرهم عامل ازاي على حياتك. عظمة. مسلسل مكون من 15 حلقة، حكى 5 قصص، كل قصة ب3 حلقات. لولا اخر قصتين ما كانوش احسن حاجة. والفكره ان فاهم يعني حتى لو كانوا احسن حاجه كنت هديله ايه اعلى من المركز الاول، اللي هو فعلا المسلسل فيه حلقات قليله وحلقات ضعيفه، بس برضو افضل مسلسل في 2023. يكفي اللي قدمه في اول 6 حلقات، اول قصتين دول لوحدهم يكفي اداء ماجد المصري، اعلى اداء شفت ليه في حياتي. يكفي عوده غادة عبد الرازق، بالنسبه لي هي دي العوده فعلا بتاعتها، ادائها فيه ولا اروع. يكفي الكليف هانجر، يكفي الاداء التمثيلي، يكفي القصه اللي اتقدمت، يكفي النهايه. في كل قصة بتتقدم، حتى تالتة ورابعة اللي كانت بالنسبة لي نوعا ما قصتين ضعيفة شوية مقارنة ببقية القصص، برضو عظمة. برضو في آخر كل قصة أنت بتيجي في آخر دقيقة وتعمل كده أهو، ده حصل فعلا. يعني يا جماعة ده حصل على أرض الواقع، يا جماعة ده بجد. يعني فعلا المسلسل ده مأخوذ عن أحداث حقيقية. أرجع كده أول حلقة مكتوب كده مأخوذ عن أحداث حقيقية، ده بجد فعلا، ده ممكن يكون حصل. أنا على ثقة إن أي حد يتفرج على المسلسل هيقول الجملة دي في نهاية كل قصة. عظمة على عظمة. أكتر مسلسل استمتعت بيه في السنة، أكتر مسلسل استمتعت بيه في آخر 2-3 سنين، من أفضل المسلسلات اللي شفتها في حياتي كعمل مصري أصلا. فحقيقي مسلسل عظيم ويستحق المرتبة دي بالنسبة لي عن جدارة واستحقاق. لو ما شفتوش فايتك كتير فعلا، حرفيا بدون مبالغة فايتك أفضل مسلسل في آخر سنة أو يمكن في آخر 2-3 سنين كمان. وبس كده، عملك الحمد لايك والاشتراك، وسلام.